من غير اي مقدمات كتير تعالوا نبدا في قضيه النهارده. كتير مننا بيستمتع قوي بخروجه مع صحابه بالليل بالرغم من الوقت متاخر، وبالرغم ان الموضوع ممكن يبقى فيه خطوره كل ما الوقت اتاخر، الا احنا بنبقى مبسوطين وحاسين بالامان لما بنبقى مع ناس قريبه لينا واحنا بنحبهم. عمرنا ما بنفكر هل في حاجه هتحصل ولا لا. هيحصل ايه لو عرفت ان الخروجه اللي انت خارجها مع صحابك دلوقتي هتبقى اخر خروجه ليك؟ للاسف ده اللي حصل مع دينيس هوبر. خرجت وما رجعتش خالص. ايه اللي حصل واختفت ازاي وايه اللي حصل لها؟ ده اللي هنعرفه في قضيه النهارده. صباح الخير او مساء الخير من اي مكان او وقت تتفرجوا فيه عليا. انا اسمي كريم الندى. كل مره بحاول انا اقدم محتوى قصص بقالي 4 سنين، وللاسف بتحصل كل شويه حاجات فمش بعرف ان انا احط كتير. يا رب المره دي استمر، وادعوا لي ان انا استمر وعلى الثبات. ويلا نبدا في قضيه النهارده. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في قصه النهارده. قضيه النهارده بتاخدنا في مكان في كاليفورنيا، وبالتحديد قريب من ديزني لاند. كاليفورنيا معروفه انها مدينه حلوه كل الناس بيروحوها، فيها بحور ومدينه شبابيه يعتبر. وهنا بنتعرف على واحده اسمها دينيس هوبر. دينيس هوبر بالرغم انها كبيره في السن الا ان هي واخوها لسه عايشين مع اهلهم. طبعا في القضايا دي او في كل العالم يعرف انه الامريكان او الاجانب عامه بعد ما يعدي 18 سنه وبينقل من بيت اهله وخلاص بيبقى يعتمد على نفسه. ولكن القضيه كانت مختلفه عن دينيس واخوها. الاتنين كانوا لسه عايشين مع ابوهم وامهم. الاب اسمه دينيس والبنت اسمها دينيس. الاب والبنت اسمهم قريبين من بعض. اتولدت دينيس 22 نوفمبر 1967. طفولتها كانت ايجابيه نوعا ما، واهلها كانوا بيحبوها وبيدعموها في كل قرار هي كانت بتاخده. اسلوب حياتهم كانوا دايما ساكنين قدام البحر، كانوا دايما بيروحوا البحر، عندهم بيكنيك، دايما بيخرجوا مع صحابهم واهلهم بيخرجوهم. فكان ده بيخلي شخصيه دينيس انها محبوبه، بتدي طاقه ايجابيه في المكان. فاي حته هي بتخرج فيها الناس بيحبوا ان هم يعزموها علشان هي روحها مرحه كده. وكمان الدعم اللي خدته من اهلها خلاها محبوبه من صحابها ومحبوبه من مدرسينها، وكمان درجاتها عاليه. وده بقى اللي خلاها انها تدرس في الجامعه اللي هي عايزاها في كاليفورنيا، وتدرس علوم اجتماعيه. بكل الصفات اللي هي فيها دي زياده عليهم هي كان شكلها حلو وكانت جريئه شويه، ودي حاجه كان دايما بيلاحظها كل اللي حواليها. كان عندها حبايب كتير ولكن ما كانوش بيكملوا معاها، وكانت دايما بتخرج في حفلات وسهرات وايفنتس، ولما تسمح لها الفرصة كانت بتاخد أهلها معاها. كان عندها حب شديد لكرة السلة وبالتحديد فريق ساكرامنتو، فكانت دايما بتحب تروح الماتشات بتاعتهم. واحدة من هواياتها إنها بتحب تسمع موسيقى وبالتحديد موسيقى الروك. فيوم 2/6 سنة 1991 كان ميعاد حفلة للمغني المشهور البريطاني اللي هي بتحبه، فقررت إنها تروح تشوف الحفلة دي لايف. قبل الحفلة دي كانت هي متعرفة على حبيبها اللي اسمه ستيفن، ولكن بالرغم إن هو كان مقرر إن هم يروحوا سوا الا انه اخر لحظه قرر ان هو ما يروحش وقال لها روحي مع صاحبنا روب. التلاتة اتعرفوا على بعض في مصنع المكرونه اللي هي كانت شغاله فيه، فكانت علاقتهم كويسه ببعض وكانوا يعتبر بيست فريندز. فقال لها انه خطر قوي ان بنوته زيك ترجع لوحدها وتروح لوحدها في مكان زي ده. في اليوم ده الساعه 7 وصلت دينيس على بيت روب، واول ما دخلت كانت لابسه فستان قصير اسود وكانت لابسه كولون وكانت عامله شعرها. لازم الحاجات دي نركز فيها. بصت هي على عربيته واستغربت شويه، راحت قالت له بص لا تعال نروح بعربيتي احسن. وراحوا، وقبل ما يروحوا الحفله وقفوا في محل كحول واشتروا كحول وعصير برتقان وتلج عشان يدمجوهم مع بعض ويستمتعوا بالحفله سوا. على الساعه 8 وصلوا الباركينج بتاع الفورم وقرروا ان هم ياخدوا كام شوت كحول قبل ما يخشوا عشان يستمتعوا ويبقوا عاملين دماغ قبل ما يخشوا. وبعد كام شوت قرروا ان هم مستعدين يخشوا الحفله. مفيش حاجه مهمه تتذكر حصلت في الحفله، راحوا وسمعوا واستمتعوا وكان وقت لطيف. الحفله خلصت على الساعه 11:30، ولكن هم ما كانوش مستعدين ان هم يخلصوا الليله، فقرروا ان هم يروحوا بار في لونج ايلاند. قعدوا يسهروا وشربوا وخلصت السهره على الساعه 1:30 عشان هم كانوا تاني يوم عندهم شغل. الساعه 2 بالظبط وصلوا قدام بيت روب، ودعوا بعض، ولكن للاسف دي آخر مرة روب هيشوف فيها دينيس عايشة. تاني يوم 3/6/1991 الأب والأم صحيوا كعادتهم، ولكن عشان هم عارفين إن بنتهم سهرت اليوم اللي قبله قرروا إن هم ما يصحوهاش ولا إن هم يزعجوها في وقت بدري ويخلوها تستنى إنها تصحى في الوقت بتاع الشغل بتاعها. ولكن في حاجة غريبة حصلت. هم المفروض عارفين إنها في أوضتها، جه وقت الشغل ودينيس ما صحيتش، ودي حاجة غريبة بالرغم إنها بتسهر كتير، ولكن هي عندها حس بالمسؤولية ودايما بتصحى وبتروح شغلها في الوقت بتاعها. في الوقت ده قرروا الاتنين ان هم يطلعوا ويطمنوا عليها. اول ما طلعوا لقوا ان الاوضه فاضيه وهي زي ما سابتها باليوم اللي قبله. هي كان عندها في الوقت ده 23 سنه. ابوها وامها كانوا مدينها الحريه انها دايما تروح وتخرج وتبات بره وهم واثقين فيها من غير ما تقول لهم، ولكن هي كان شخص بيحب شغله وكانت شغاله في وظيفتين، فما حصلش في يوم من الايام انها تبات بره البيت
وهي تاني يوم عندها شغل. طبعا عشان هم واثقين فيها وهي كبيره وعاقله قالوا اكيد هي راحت شغلها من المكان اللي هي بايته فيه عند صاحبتها او عند الحفله، وقرروا ان هم ما يكلموهاش ولا يزعجوها الا بعد فرصه الغداء، بعد ما يتغدوا ويتجمعوا سوا يشوفوا ايه اللي حصل منها. بعد ساعات وخلصوا شغل رجعوا البيت ولقوها انها مش موجوده في البيت. في الوقت ده قرروا ان هم يكلموها ولكن مش بترد، كلموا اصحابها مش بيردوا، كلموا حبيبها مش بيرد. في الوقت ده قرروا ان هم يكلموا البوليس يشوفوا هل هي وقعت في مشكله، اتقبض عليها في الحفله، حصل مشكله في الحفله ولا حاجه، عشان يعرفوا بنتهم حصل معاها ايه. بعد ما وصلوا كل الناس قرروا ان هم يكلموا صاحبتها المقربه عشان يشوفوا هل هي مخبيه حاجه، هل هي عندها، هل حصل اي حاجه. ولكن صاحبتها قالت لهم انا كمان بحاول اوصل لها ومش بترد عليا من امبارح، انا بحاول اشوف واكلم اي حد من صحابنا هل هي كانت معاهم ومحدش عارف عنها اي حاجه. في الوقت ده بعد ما كلموا البوليس قرروا ان هم يعلنوا عنها انها مفقوده، محدش عارف عنها حاجه، فص ملح وداب. تامي صاحبه دينيس قررت انها تساعد اهلها ان هم يدوروا عليها، فراحت الشوارع انها تدور عليها في كل حته، وكانت عارفه انه اخر واحد شافها هو روب. كلمته وقال لها انا معرفش عنها اي حاجه بعد ما وصلتني على البيت. تامي وهي بتدور على صاحبتها وهي ماشيه على الطريق السريع، في الطريق اللي بيودي لبيت اهل دينيس لقت عربيه دينيس مركونه. كلمت اهل دينيس وقالت لهم بصوا انا لقيت عربيتها ومركونه في حاله غريبه، ولكن انا مش هقرب لها ولا اعمل اي حاجه غير لما تيجوا، لان انا خايفه لان العربيه شكلها مش مطمن. العربيه العجلات كلها كانت نايمه وكانت مديه الانتظار وكان باب بتاعها مفتوح. اهلها وصلوا واول ما راحوا لانه مفيش اي حد في العربيه والمفاتيح مش موجوده. في الوقت ده اهلها قالوا ممكن يكون حصل معاها مشكله في العربيه، قررت انها تنزل عشان تطلب مساعده، عشان في الوقت ده يا جماعه ما كانش فيه اي موبايلات. القضيه دي حصلت 1991. لحسن الحظ هي كانت راكنه في مكان قريب من اوتيل، قريب من مطعم، وكمان قريب من محل تليفونات، ولكن الحقيقه دي ما كانتش مطمنه اهلها قوي. قرروا ان هم يكلموا البوليس، فالبوليس قرر ان هو يوزع بوسترات ويساعدوهم الناس ان هم يدوروا على بنتهم. جيرانهم واصحابهم وحتى الناس الغريبه، ناس كتيره جدا من اللي بيشوفوا دينيس قرروا ان هم يدوروا عليها، ولكن للاسف هي فص ملح وداب ومحدش عارف عنها اي حاجه خالص. وعشان مفيش اي فايده في الموضوع ده ومفيش اي حاجه خالص طالعه من المحاولات بتاعتهم، قرروا ان هم يطلعوا في مقال صحفي ويترجوا الناس اي حد شافها، اي حد شاكك ان في اي حد شبهها يقول لهم. في وقت التحقيق جابوا كلب بوليسي ولقوا ان في ريحه غريبه موجوده في العربيه، ولكن الريحه دي اختفت على بعد 25 متر من العربيه وما عرفوش ان هم يتتبعوها تاني. طبعا وهم بيدوروا عليها مفيش اي نتيجه. بعد اسابيع وشهور عدت الايام واهلها قرروا ان هم في حاله حداد خلاص عليها. عايزه اقول لكم بقى هم في حاله رعب تام في مخهم، عشان عايزين يعرفوا ايه اللي حصل لبنتهم، عايزين قلبهم يعرف خلاص هي خلاص لو ماتت ازاي، هي لو مدفونه فين، هي لو حصل لها حاجه. احنا عايزين بس نعرف، مش هنعمل اي حاجه خالص غير ان احنا عايزين نعرف مصيرها ايه اللي حصل لها. عايزه اقول لكم ان قصه دينيس انتشرت مش فقط في المقاطعه بتاعتهم، في المقاطعات اللي حواليهم، وبقت موضوع مرعب قوي ان البنت اختفت فجأة من غير اي حاجة ولا اي دلائل على ان حد عمل فيها حاجة. بالرغم ان القضية انتشرت انتشار واسع قوي في امريكا، الا مفيش اي حاجة خالص وصلتهم ليها، يعني اي مقاطعة، اي حد غريب محدش شافها، محدش عارف عنها اي حاجة خالص. هتمر السنين والايام والقضية بقت باردة تماما، ولكن بعد 3 سنين بالصدفة القضية هتتفتح تاني 3/6/1994. لبعد مسافة من مقاطعة أريزونا، إلينا وجوزها جاك كانوا في طريقهم ان هم يروحوا لبيت واحد عشان يشتروا منه دهانات. كانوا قابلوه قبل كده في سوبر ماركت وهو قال لهم ان هو بيبيع دهانات، وهم لو مهتمين في الموضوع ده هو بيبيع دهانات قريب من بيته، فقال لهم على الوقت والتاريخ لو هم عايزين يروحوا ويشتروا منه دهانات. الراجل ده كان اسمه جون فاميليرو، اتولد في نيويورك سنة 1957. بعدها انتقل هو لاهله في اريزونا وقرروا ان هم يعيشوا هناك. عايز اقول لكم ان هم كانوا بيقولوا دايما ان جون هادي وغريب الاطوار، ولكن بالرغم ده كله كان شقي جدا في المدرسه، وده كان مسبب له مشاكل في دراسته، وكمان ان هو مش اجتماعي خالص، كان بيبعد عنه اصحابه وكل اللي حواليه في المدرسه، وده بسبب تربيته. بالرغم ان ابوه كان حنين عليه جدا وكان بيعمل كل اللي عايزه، لكن مامته كان عكس باباه تماما. امهم كانت صعبه وهم كانت بتزعق وكانت دايما بتستخدم الدين علشان هي تخوفهم وتخليهم يعملوا اللي هي عايزاه. كانت صعبه جدا لدرجه ان هم لو اتاخروا دقيقه عن ميعاد وجودهم في البيت كانت ليلتهم بتبقى سودة. منعتهم بعد فتره من ان هم كبروا، بعد ما بلغوا، ان هم يكلموا اي اولاد او اي بنات، يعني بناتهم اللي هم اخواتهم ما يكلموش اولاد، والولاد ما يكلموش اي بنت ولا حتى يبصوا عليها.
فمره شافت ابنها بيبص على بنت بالصدفه عينه جت عليها في الشارع، كانت ليلته ما يعلم بيها الا رب. كانت كمان بتمنع اولادها ان هم يكلموا بعض من غير اذنها، يعني لو ولد من الاولاد كلم اخوه من غير ما امه تقول له كلمه، خلاص مصيبه، واحده مش طبيعيه. وكمان كانت في السفره وهما بياكلوا حاطه لهم اماكن معينه في كراسي معينه واطباق معينه. يعني شوفوا قد ايه الانسانه دي مريضه، او قد ايه هي مختله في عقلها. كان ممنوع كمان وهم قاعدين على السفره يتكلموا في السياسه ولا الدين ولا الكرتون. هيكلموا في ايه؟ هيخرسوا، مش هياكلوا، هيتفحوا اللقمه وهم قاعدين بس كده. طبعا تاثير التربيه دي كان مكمل معاهم ومأثر عليهم لحد ما كبروا. جون خرج من بيت اهله بعد ما بقى عنده 18 سنه. في الوقت ده قرر ان هو يبقى بروفيشنال ويتعلم ويشتغل، ولكن مفيش اي حاجه بتنجح معاه وكان دايما بيفشل. قرر ان هو يمشي في الطريق بتاع اخوه اللي للعلم اترفد من شغله عشان حاول انه يقتدي على واحد. طبيعي لما يكون واحد متربي مع واحده مجنونه زي دي، الطبيعي ان هو يعمل كده. اول ما يشوف واحده يلهث عليها زي الكلب، لانه اول مره يشوف واحده في حياته واول مره يتعامل مع انسانه في حياته، فما يعرفش الصح والغلط اللي هو بيعمله، لانه دايما اي حاجه هو بيعملها هي غلط. عايزه اقول لكم ان شغلانه اخوه هو سمكري بني ادمين، يعني مصلح ظهر. عارفين الناس اللي هو بيطقطق واحد قاعد على الترابيزه قدامه يقعد يطقطق، والراجل يعني بآلام كده يقوم بدل ما هو معوج كده مثلا يقوم الله انا رقبتي اتعدلت. هو ده بالظبط، كان شغال سمكري بني ادمين. فجون وهو بياخد الكورس ده قرر ان هو ما يكملوش، لانه ده مش الحلم بتاعه. الحلم بتاعه ان هو يبقى ضابط شرطه، ولكن سقط في الامتحان 4 مرات. فكر جون ان الموضوع كده خلاص بالنسبه له معقد، وقرر ان هو يشتغل في وظيفه تانية اللي هو يبقى نقاش، يبيع دهانات بمعنى اصح ويدهن بيوت الناس. وعشان هو بيدخل بيوت الناس بسهوله اتعرف على كذا واحده وكان عنده علاقه مع كذا واحده. ولكن اللي محدش يعرفه ان جون كان خطير وافكاره ساديه ومش كويس. حصل معاه كذا حاجه ولكن البوليس معرفهاش وما اتقبضش عليه. جون كان مرتاح دايما ان هو يبيع الدهانات بره بيته ومحدش عارف عنوان بيته ايه. ولكن الغلطه هتحصل لما إيلين وجوزها جاك يروحوا يشتروا من عند البيت. هو ما كانش مرتاح للفكره دي، فقرر ان هو اول ما يروحوا يمشيهم بسرعه جدا من عند البيت. اول ما راحوا لانه جاك وهو اداهم الدهانات قال لهم بصوا انا لسه ناقل اريزونا من 6 شهور، روحوا وامشوا دلوقتي عشان انا بحاول ان انا اظبط البيت. ولكن هم شايفين ان في صناديق كتيره جدا فاضيه قدام البيت، وصناديق دهانات كتيره قوي قدام البيت، وزباله. واللي يشوف اي حاجه زي كده يشوف الانسان ده مش ناقل من 6 شهور، لا ده ناقل من بدري وخلاص عايش حياته. حاجه غريبه كمان ان كان في عربيه نص نقل موجوده قدام بيته. هو ناقل من 6 شهور، ليه محتاج العربيه دي؟ يعني انت المفروض قاعد خلاص قاعد في البيت، ليه محتاج عربيه النقل؟ فإلينا حست ان في حاجه غريبه وقررت انها تاخد الارقام دي، واول ما تروح البيت تشوف الارقام دي متسجله ولا لا. احساس الانسان يا جماعه، فعلا احساسها كان صح. العربيه دي كانت مسروقه وفي كاليفورنيا ومش متسجله كمان. فقررت انها تكلم البوليس وتقول لهم على العربيه علشان لو في اي حاجه هم يبعدوا عن الشكوك، ولو هو راجل غريب فعلا او خطير يبقى بعدوا عن الطريق بتاعه. وهم لو البوليس لقى ان الاثار بتاعتهم مثلا على الدهانات يبقى هم راحوا بس يشتروا من الدهانات. وبالفعل البوليس راح وشاف الارقام واكتشف انها عربيه مسروقه. وبالفعل خدوا مذكره تفتيش وراحوا عشان يشوفوا مين الراجل ده وازاي العربيه المسروقه دي موجوده معاه. اول لما راحوا لقوا ان العربيه ليها كابل متوصل بجنريتور بره، او جنريتور مولد من بره. وبعدها اول ما دخلوا العربيه شافوا ان مليانه صناديق ومليانه دهانات، وورا خالص في فريزر. طبعا عرفت الموضوع بيودي طبعا البوليس شك في ايه اللي موجود، شكوا ان في مخدرات موجوده في الفريزر ده. فكلموا بوليس مكافحه المخدرات وقرروا ان هم ما يعملوش اي حاجه غير لما يجوا. ولكن البوليس مكافحه المخدرات ما كانوش متوقعين لاي حاجه هم هيشوفوها في الثلاجه دي. اول لما فتحوا الثلاجه كان في اكياس بلاستيك كتير جدا، وكان طالع من اكياس البلاستيك دي ايد بني ادم. من كتر الصدمه حاولوا ان هم يفتحوا الاكياس، لقوا ان في بنوته نايمه في وضع النونو اللي هو امبريو، يعني نايمه كده، وايديها الاتنين مربوطين في ظهرها، جسمها كله ووشها متلزق بلزق ومش باين، جمجمتها متكسره وكانت عريانه تماما، ومن كتر ما جمجمتها كانت مكسره كان في قطع من الجمجمه وقع جوه الاكياس. الضباط احتفظوا بالثلاجه دي عشان التشريح، وطبعا جون كان شايف الكلام ده كله من الشباك بتاع بيته. واول ما راحوا قبضوا عليه ما كانش فيه اي مشاعر تماما على وشه، وقال لهم بصوا يا جماعه هاتوا لي محامي. بكل بساطه لقوا جثه واحده ميته ومخطوفه والعربيه مسروقه، وهو قال لهم بكل بساطه هاتوا لي محامي.
بس كده. نروح بقى للتشريح. عايز اقول لكم انه وهم بيشرحوها كانوا يستخدموا استشوار عشان يشوفوا بصماتها عامله ازاي ويشوفوا جثه مين، لان من كتر ما هي متحلله البلاستيك لازق فيها. وطبعا في كل القضايا بتاعتنا بعد التشريح عرفوا دي جثه مين، وطلعت جثه دينيس. ايه بقى اللي ودى دينيس من بيتها من الحفله لمقاطعه تانية، ومين الراجل ده وعرفته ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. قبل ما نعرف الكلام ده كله عايزه اقول لكم ان بيت جون خد ايام من البوليس علشان يعرفوا ويشوفوا كل الدلائل. جون لحسن الحظ كان هوردر، يعني بيحتفظ باي حاجه. عارفين الريسيت مثلا بتاع الماركت عنده، صناديق قديمه عنده، جزم معفنه عنده. لو ان في الصناديق هدوم دينيس اللي كانت خارجه بيها من الحفله، مفاتيح عربيتها وشنطتها وكمان مكياجها. كمان اكتشفوا ان الفستان بتاعها متقطع من ناحيه واحده بس. لقوا كمان قصافه فيها دم، سجاده مليانه دم، وجزم مليان دم، وشاكوش مليان دم. وبعد التحليل اكتشفوا ان الدم ده كله كان بتاع دينيس. جون ما كانش عايز يقول اي حاجه وازاي وصلت لبيته، ولكن بالشكل العربيه بتاعتها وشكل جون والحاجات والهدوم وكل حاجه عندهم في الادله عرفوا ايه اللي حصل لها. وكمان لقوا في بيته ان في يونيفورم بتاع بوليس فيك كان معاه. من اللي باين ان ما كانش فيه اي صراع خالص من دينيس، ولكن اللي باين على الكعب بتاعها ان هي اتجرت على الارض، ان في حد جرها. جون عمل نفسه ظابط وراح عند دينيس لما كانت راكنه عربيتها وقال لها ان هو هيقبض عليها، وطبعا كتف ايديها الاتنين لورا ووداها العربيه بتاعته وراح لبيته. وبالطبع راح عند بيته وابتدى ان هو يعتدي عليها. بعد ما خلص الاعتداء عليها ضربها على راسها بالشاكوش. في التحليل اثبت ان ضربت على دماغها اكتر من 30 مره وجمجمتها اتفتفتت حرفيا. وكمان هو كان بيعذبها لدرجه انه بالقصافه قبل ما تموت كان بيشيل ضوافرها من ايديها، وده كله عمله وهو مغطي وشها كله باللزق وخانقها. في الوقت ده ساب جثتها 3 ايام في الهواء، وبعد 3 ايام قرر ان هو يشتري التلاجة. طبعا كل الشكر لجون اللي هو ما بيرميش اي حاجه خالص، لقوا كل حاجه هم عايزينها وقدروا يبنوا نظريه عليها دلائل وعليها حقائق باللي حصل في 6/1991 وايه اللي حصل لدينيس. انا قلت لكم ان جون مختل مخيف. عارفين من كتر ما هو مخيف لقوا البوليس قصاصات على شكل وصور لدينيس، وكمان لقوا تسجيل لفيديو لاهلها وهم بيقولوا والنبي اللي لقاها يقول لنا، اللي عارفها يقول لنا. ده كله كان بيقصوا وبيجمعوا كهديه لنفسه علشان هو قدر انه يخطف واحده ومحدش عارف عنها اي حاجه تماما. اخد من بوليس 3 سنين عشان يبنوا كل الدلائل ويشوفوا كل حاجه هو عملها من دينيس. طبعا كلنا عارفين ان الصبر مفتاح الفرج. 8 مايو 1998 وده كان وقت محاكمة جون. التهم بتاعته كان كالآتي: الخطف، الاعتداء، قتل من الدرجة الأولى، تعذيب شخص بأساليب غير آدمية. قال يعني التعذيب هو آدمي يعني. من كتر الدلائل المحامين بتوعه اللي هم معينينهم بيحاولوا ان هم يخففوا الحكم، يخففوا الدلائل، يقولوا لا انتوا ما قلتوش كده، بيحاولوا اي حاجة. ولكن المصيبة ان جون محتفظ بكل حاجة، فكل حاجة مبنية عليه. بصوا بقى المحامين قرروا انهم يعملوا ايه. قالوا مسرح الجريمه عند دينيس وعند عربيتها ما يبينش انها اتخطفت، هي كانت عارفاه وهي راحت معاه، يبقى كده هو مش غلطان، كده هو ما خطفهاش. ده اول حاجه. جزمتها اتجرت على الارض واحنا مش عرفنا هو اللي جرها، ممكن تكون هي جرت نفسها عشان تعمل كده. تاني حاجه قالوا كمان ان الجثه تبقى متلجه، بعد كده يسيحوها، بعد كده يشوفوا اثار الدي ان ايه اللي على جسمها. ده مش صح، علشان بعد سنين 3 سنين الجثه المفروض ما يبقاش الدي ان ايه بتاعها موجود. دي تالت حاجه. ولكن لحسن الحظ القاضي ما كانش مقتنع بالكلام ده كله، رغم المحامين بيحاولوا بكل اللي عندهم ان هم يطلعوه بريء. اتحكم عليه بالحكم بالموت طبعا، ولكن الى يومنا هذا هو عايش. الاب والام طبعا بعد سنين من اللي هم ارتاحوا اتفتح الجرح تاني، ولكن للاسف اتفتح الجرح اكتر لان هم عرفوا ايه اللي حصل لبنتهم يعني بطريقه وحشه جدا. واللي حصل لبنتهم ما كانوش هم اللي متوقعينه. دينيس كان عندها 23 سنه، بنوته كان عندها مستقبل، ولكن بسبب انه شخص مريض وسادي، بسبب انه واحده معرفتش تربي عيالها، ابنها طلع كده وشاف واحده غريبه في الشارع محتاجه مساعده فقرر ان هو يعمل فيها كده. قضيه وحشه. اتمنى انه اي حد فينا دلوقتي، احنا في 2024، ما يثقش في اي حد، يحاول انه يحسن من نفسه ويحاول ان هو يتعلم بقى اي فنون قتاليه عشان واحد يدافع عن نفسه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.